بخشية الله وقولها بيقين. يا جماعة أهم حاجة في الدنيا يا أولادي يا حبايبي، أهم حاجة قول الحاجة وانت حاسسها. يعني ده احنا لما سبحان الله بيبقى فيه أغنية حاسينها قوي بنقعد يعني نتشدق ونغني، وسبحان الله يعني يبقى الموضوع خارج، يعني خارج من نفوخنا، يعني مش من قلبنا. علشان كده سبحان الله الأغاني حرمت لأنها لما بتملأ القلب بتستحوذ على المشاعر الروحانية، لأن أنت صرفت أو يعني صرفت جزء كبير من المشاعر اللي المفروض القلب بيفرزها للإيمانيات، هي بتفرز لكلام ملوش علاقة بالدين ولا بربنا. فانت استنفذت رصيدك زي ما بيقولوا في المشاعر، فلما يجي القرآن يتلى او كده ما بتحسش بحلاوة القرآن، ما فيش يعني في حاجة قافلة المدخل بتاعة القلب. يعني القلب خلاص مليان اغاني ومليان مشاعر ومليان، فبالتالي انا لما اجي ادخل، فعشان كده لازم ابدا اخرج الاغاني واحده واحده بان انا اسمع قرآن كتير. سمع القرآن كتير بيبدأ ينظف القلب من كل الشوائب بتاعة الأغاني والمعازف والحاجات دي كلها. فأنا سبحان الله يعني أنا رحلتي أنا ما قطعتش الأغاني، اكشلي أنا كرهتها. بمعنى إيه؟ ان انا اولا كنت بسمع قرآن كتير جدا جدا، كنت عاشقة للقرآن في اذاعة القرآن الكريم في الراديو، وكنت حتى في شغلي في عز ما انا قاعدة بشتغل لازم في خلفية قرآن شغالة عندي على البي سي، شغالة قرآن دايما من يعني انا حبيت القرآن، دي كانت بداياتي معاه من 15 20 30 سنة مثلا وانا بسمع قرآن. فسبحان الله واحدة لغاية اما قرآن في عربيتي إذاعة القرآن الكريم. وبعدين مع دوام الذكر أنا ما بقلعش ده من إيدي، أنا ما بقلعوش. يعني أنا أوقات كتيرة جدا أنا يعني أخش أغسل إيدي وأتوضى بيه، أوقات كتيرة جدا وأنا بغسل المواعين بيقع مني، ممكن يقع ألاقيه الصابون ألاقيه في الحوض، أكتشف إن أنا كنت بغسل بيه المواعين. ده ما بقلعوش في يومي كله، حتى يمكن أوقات بصلي وأنا ناسياه. ده الذكر مع القرآن بيعمل المعادلة اللي أنا قلت عليها دي. طيب يبقى أنا قلت إن إحنا النهاردة لازم كلام ربنا، يعني وأنا بقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أستشعرها. يعني يا رب باسمك أنا دلوقتي بيني وبين نفسي خلاص أنا عمالة أبعد كل الحاجات الوحشة اللي هي جنبي وحواليا، وبقول بسم الله كده. يعني دايما خلي فيه استشعار، حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. انت وبس يا رب، انت بتاعي. يعني انا دايما بعبد ربنا على ان انا المخلوق الوحيد اللي ربنا خلقه، يعني انا العبد الوحيد اللي في الدنيا. لان انا اوقات يعني بحس ان هو لا يا رب انت بتاعي، انا مش عايزه حد غيرك، او يعني مش عايزاك تبقى بتاع حد غيري، او مش عايزاك تبقى اله حد غيري، انا بحبك، انا بستشعر القصة دي. فمن هذا المنطلق